السلام عليكم. تعالوا اقول لكم النهارده على اكله اقتصاديه، يعني اقتصاديه نوعا ما عن الاسعار اللي احنا بنشوفها دي. من نص كيلو كبده، ايوه نص كيلو كبده، هنعمل كل اللي انتوا شايفينه ده قدامكم. من نص كيلو كبده هنعمل احلى كبده بانيه واحلى غدا واحلى صوصات معانا هنعملها ان شاء الله. يعني بجد حلو جدا والطعم احلى من الجاهز، مع شويه خضره بقى وشويه سندوتشات كده، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. يلا اقول لكم على طريقته، مقاديره سهله جدا وبسيطه ومفيش اسهل من كده. لو انتي اول مره تشوفيني، يعني اسمي فاطمه ودي قناتي على اليوتيوب اسمها الحلو والحادق مع فاطمه. لو اول مره تشوفيني حطي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. لو بتتابعيني من على الفيسبوك اعملي متابعه ولايك. ويلا نبدا الوصفه، يلا بينا. هنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا الكبده، كبده بانيه او كبده شرايح زي ما انتم شايفين كده، والشرايح تكون سمكها رفيعه، لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، تكون سمكها متوسط بالشكل ده. معانا بصله كبيره، ومعانا قرنين من الفلفل السبايسي ده اختياري، ومعانا ملح وفلفل وكمون وفصين من الثوم ومعلقه كبيره من الخل. مقاديرنا سهله جدا وبسيطه زي ما انتم شايفين. كل ده بقى هنجيب الكبة وهنبدأ نفرم كل حاجة في الكبة. حطينا البصل وحطينا الفلفل وحطينا ليمونة او نص ليمونة سليمة زي ما هي بالقشر بتاعها. بجد الطريقة دي هتبقى حلوة جدا. والملح والفلفل والكمون كل ده هنحطه في الكبة زي ما انتم شايفين. وكمان هنحط فصين التوم، يعني 3-4 فصوص توم او 5 فصوص توم حسب طبعا في ناس ما تحبش التوم كتير. ومعلقتين الخل الابيض، وهنضربهم وننعمهم كويس جدا. بعد ما نعمناهم بالشكل ده، شايفين شكلهم، هنبدأ بقى نحط نصهم تقريبا على الكبدة دي. بقى التتبيلة بتاعت الكبدة نحط نصهم زي ما انتم شايفين، والنص التاني هقول لكم هشيله على جنب هعمل بيه ايه دلوقتي، هتعرفوا كل الاسرار والتركات. هنركنهم على جنب كده، وهنبدأ نغلف كل كبدة. الكبدة هنغلفها كويس جدا بالصوص اللي احنا عملناه ده، او بالتتبيلة الحلوة اللي احنا عملناها دي. وبعد ما تبلناها كويس هنركنها على جنب. وتعالوا بقى نعمل اول طريقة للصوص بتاعنا. مكان بقى الثوم والتتبيلة اللي احنا عملناها هنحط 4 حبات من الطماطم في الكبة، وهنفرمهم كويس جدا. وممكن لو مفيش كبة ممكن تبشريهم، او ممكن تعمليهم في الخلاط هما والخلطة برضو. ممكن نحط لها حبة مية ونضربها في الخلاط، مفيش اي مشكلة. معنا هنا حلة على النار، هنحط مادة دهنية. انا حطيت زيت، ممكن سمنة او زيت المتوفر والموجود. وده معايا نص كوباية من لسان العصفور. هنبدأ نحمرهم كده في المادة الدهنية بالشكل ده. واول ما يحمر معانا وياخد اللون الجولد الذهبي الحلو ده، هنبدأ ننزل بقى عليهم بالطماطم لحد ما تتسبك شوية كده زي ما انتم شايفين. وهنزل عليهم بنص لتر من المية السخنة. المقطع ده بس اتقطع مني او ما كانش بيصور، فالمهم ان انا نزلت عليهم بنص لتر من المية السخنة، وهغطي عليهم واسيبهم يستووا. وحطيت بقى الخلطة اللي انا قلت لكم عليها، حطيت منها معلقة كبيرة او معلقة ونص كده كبار على لسان العصفور ده الصوص، او لسان عصفور اللي بيجي بنشتريه مع الكبدة الجاهزة من بره من المحلات. تعالوا بقى نعمل الطحينة. الطحينة دي معانا طحينة خام، ومعانا مية سخنة مغلية، ومعانا برضو خلطة الثوم اللي انا قلت لكم عليها دي. هناخد منها معلقة كبيرة هنحطها على الطحينة الخام، وهنبدأ نقلب كده واحدة واحدة. وهنبدأ نحط مية مغلية شوية بشوية ونقلب. واول ما تبدأ تتقل معانا نروح حاطين مية تاني، يعني هنفكها بالمية بالشكل ده لحد ما نحصل على القوام المطلوب. هنحط معلقتين كبار من الزيت، وهنبدأ برضو نقلب تاني. الزيت بيخليها تتخن شوية. احنا طبعا الخلطة بتاعتنا فيها كل حاجة، فيها الخل وفيها الكمون وفيها كل حاجة. احنا محتاجناش غير مية سخنة بس، وممكن بس نزود لها حبة ملح صغيرين نظبط الملح بتاعها. هنرجع بقى هنا للكبدة بعد ما عدى نص ساعة.
هي الكبدة عامة بتتبل بسرعة جدا وبتشرب من التتبيلة الحلوة دي بسرعة جدا. فالمهم بعد ما حطينا هنجيب الكفر بتاعنا اللي هنغطي بيه الكبدة بتاعتنا، نص كوباية من الردة الناعمة ونص كوباية من الدقيق الابيض العادي ومعلقتين كبار من نشا الذرة. هنقلب بقى الخليط ده كويس جدا لحد ما يمتزج مع بعضه. بجد الخلطة دي حلوة جدا، بتخلي الكبدة لونها جولد وذهبي وزي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو، وما بتتحرقش معانا وبيبقى لونها فاتح وجميل جدا. هنجيب بقى الكبدة زي ما هي كده بالتتبيلة بتاعتها زي ما هي، مش هنشيلها، وهنحطها على الكفر اللي احنا قلنا عليه ده، وهنبدأ نغلفها كويس جدا. وفي بقى تركاية هقول لكم عليها، يعني بلاش نعمل الكبدة كلها مرة واحدة، لا هنعمل على قد ما الطاسة بتاعتنا تاخد، يعني هنعمل 2-2 او 3-3 بعد ما نخلص، يعني واحنا واقفين ما بياخدش حاجة تغليف، فما نعملش الكمية كلها عشان الكفر الخارجي ده بيطلع من الكبدة لما بتعملي الكبدة كلها مرة واحدة. بعد ما غلفت انا عملت 2 بس اهم، وهبدأ انزلهم في الطاسة بتاعتي. هنا معانا طاسة على النار هنحط فيها زيت، واول ما يبدأ يسخن، يعني مش هنسخنه قوي، هيبقى نص، يعني الحرارة درجة الحرارة تبقى متوسطة، وهنبدأ نحط فيها الكبدة بالشكل ده. يعني هي ما بتاخدش ثواني، وبنقلبها على الجنب التاني اول ما بنحس ان الجنب خلاص بدأ يستوي وياخد اللون الجولد هنبدأ نقلبها. يعني هي بصراحة اكلة سريعة جدا وسهلة جدا زي ما انتم شايفين، وغالية جدا جدا بره، فاحنا هنوفر وهنعملها في البيت، والطعم بجد احلى من بره وانضف بكتير، وحاجة انت عاملاها وضامنة نوع الكبدة كويس. شايفين واخدة اللون الجولد تحفة جدا زي ما انتم شايفين. هعمل بقى الكمية كلها زي ما قلت لكم، انا هغلف الكفر الخارجي دوت شوية بشوية، وهبدأ احطه في الزيت زي ما انتم شايفين. هخلص الكمية كلها وهرجع لكم تاني. بعد ما خلصت الكمية كلها، طبعا انا حطيتهم على مناديل المطبخ، وبعد كده بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها فرشت طبعا خضرة من تحت، وبدأت حطيت الكبدة بتاعتي على الخضرة كده، وجرنشت الطبق بتاعي. ايه رأيكم في شكل الطبق؟ شكله بجد يفتح النفس. وادي لسان العصفور اللي احنا عملناه، اللي هو بيجي الصوص اللي جاهز من بره، ممكن تتقلي الصوص بتاعه شوية، صوص يعني الطماطم تكتريها شوية. شايفين شكله وطعمه يجنن. وادي الكبدة بتاعتنا، وادي الطحينة، يعني بجد وجبة متكاملة متكاملة. وادي الساندوتش بتاعي، حطيت طبعا تحطي خضرة وكبدة طبعا بألف هنا على قلوبكم. شايفين الشكل؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي، وانتظروني في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.